السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله غنحضر معكم هاد الفطيره الجبن، كتجي رائعه جدا بدون دلك ولا مجهود ومكونات بسيطه. نبداو على بركه الله. غادي نحتاج في العجين 2 كؤوس ديال الماء، ماء هكا يكون دافئ، وغادي ندير معلقه ديال خميره الخبز، معلقه السكر، شويه الملحه، شويه الابزار، وغندير معلقه صغيره حبه الحلاوه ومعلقه الزعتر، معلقه كبيره ديال الحليب بودره، وربع كاس ديال زيت الزيتون. وغادي نضيف 2 كيسان ديال الدقيق في المرحله الاولى، وغادي نخلط هاد المكونات كاملين مزيان ونخليهم يرتاحوا واحد المده ديال 10 دقائق. هاد العجينه كتجي رائعه وقطنيه، ممكن انكم تعتمدوها هكذا في الفطائر اللي كيدخلوا هكذا الفران، وحتى في البيتزا راه كتجي واحد العجين اللي مفشفش ورائع. هنا من بعد ما دازت مده ديال 10 دقائق غادي نزيد هكذا الدقيق حتى كيتجمع ليا العجين. وانا في هذه المرحله راه ضفت خماره ديال الحلويات 8 غرام غير ما تصوراتش. تقريبا العجين هز لي هكذا 2 كيسان ديال الطحين، يعني 2 كيسان درناهم في الاول و2 كيسان في المرحله الاخيره، باش تجمعات لي العجينه ما تكونش قاصحه، يعني تكون عجينه رطبه تكون كتلصق هكا في اليد. ما كتحتاجش اننا ندلكوها، غير كنجمعوها. كندير هكذا بشويه الزيت ودرت لها هكذا البلاستيك الغذائي، وغادي ندير واحد السربيطه ونخليها جانبا تختمر. وغادي ندوز باش نحضر معكم الحشوه اللي احتاجيت فيها الفلافل الالوان، واحد البصله مقطعه، واحد الحبه ديال الجزر محكوكه، وشويه الكفته. تقدروا ديروا الدجاج او الحوت اللي متوفر عندكم. بالنسبه للتوابل درت شويه الخرقوم، شويه الزعتر، الثوم والبصل بودره، شويه ديال سكينجبير، شويه التحميره والملحه. اللي ما عندهاش الثوم بودره تكتفي هكذا غير بفص ديال الثوم، شويه زيت الزيتون. وغندير كلشي هكذا على النار نخليه هكذا يتشحر. ممكن انكم تضيفوا التوابل ديال بسطيله الحوت، انا الصراحه كنديرها في هادشي المالح، غير دابا ما توفاتش عندي، كتجي بنينه بزاف. هنا عندي الشعريه فيرميسيل اللي خليتها هكذا في الماء غليان مده ديال 5 دقائق مع شويه الملحه، وزدتها الحشوه ديالي. غنخلط مزيان باش ديك الشعريه تشرب بدوك التوابل. وهنا العجين ديالي اختمر، قسمته الى نصفين. شوفوا العجينه كيفاش كتجي هكذا كلها فقاعات، واخا ما دلكناش بزاف كتجي. انا هذا هو العجين المعتمد عندي في البيتزا، غير ما كنديرش ديك الاضافه ديال حبه الحلاوه، يعني ما كنديرهاش. هذا العجين هذا هو اللي كندير به البيتزا وكندير به الفطائر. ان شاء الله نشارك معكم به بزاف ديال الفطائر هكذا في الفرن. درت ديك الحشوه، سرحت هكذا الكويره الاولى، طلقتها مزيان، درت فيها الحشوه وزدت هكذا شويه الفرماج احمر، وكنحاولوا نقرصوا هكذا من الجناب. هنا في هذه المرحله راه ما كنخليوهاش تختمر، يعني كنوجدوها، كنكون يعني هكذا شعلت الفران من قبل هكذا باش يسخن مزيان. نديرها في الفران وهو سخون، ما كتاخذش الوقت، يعني تقريبا مده ديال نص ساعه كتكون واجده. كنبسطها بحال هكذا كنقسمها هكذا الى نصفين بالاصابع. بهذه الطريقه كتعطيها واحد الديكور زوين. وهنا راني عندي صفار ديال البيضه اللي زدت عليه شويه القهوه سريعه الذوبان وشويه الحليب، وغندهن به الوجه ديال الفطيره. وعندي 4 قطع ديال الجبن هكذا مثلثات، كل قطعه ديال الجبن قسمتها الى نصفين. نتوما تقدروا انكم تزينوا بالطريقه اللي بغيتو، غير هاد الطريقه هذه كتجي الصراحه زوينه. وكنزين هكذا. تقدروا انكم يعني ديروا فرماج احمر، اولا تكتفي ديروها غير بحال هكذا وتزينوها بالزلجان ولا هكذا الحبوب ديال المنسمه اللي متوفر عندكم. انا درت هنا شويه ديال الحبوب الخشخاش، وغادي ندخلها الفران. وها هي من بعد ما وجدات، راه كتوجد في واحد الوقت وجيز وكتجي بنينه بنينه بزاف. وديك حبه الحلاوه مع الزعتر هكذا كي كتبدا طيب في الفرن كتعطي واحد الريحه رائعه جدا. والشكل ديالها كتجي رائعه وقطنيه وما تشبعوش منها. الى عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء باش توصل الفيديوهات ديالي لعدد اكبر من الناس. ومع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.